السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صراحة وليد الركراكي ما يمكنش أنه يبقى مع المنتخب المغربي حتى الكأس إفريقيا الجاية، لأن الجامعة المغربية وأيضا الجماهير المغربية بدات كتدرك أنه غيفشل واحد الفشل ذريع إلا خلاو على الرئاسة ديال الطاقم الفني ديال المنتخب المغربي. كنشوفوا النزوح ديال الجماهير اللي كانت في أكادير في المقابلات الأولى ملي جا المنتخب المغربي. كنشوفوا بزاف ديال الجماهير كانت كتجي وكتحضر وكتشجع المنتخب المغربي. مقابلة من بعد مقابلة العدد ديال الجماهير كينقص، والثقه ديال الجماهير المغربيه وايضا ديال الجامعه المغربيه اللي على راسها السي فوزي القجع ايضا كتنقص في وليد الركراكي. وليد الركراكي اللي تبين انه مدرب محدود، ماشي انا اللي كنقول، بل بزاف ديال الخبراء ديال كره القدم والمحللين وبزاف ديال النقاد الرياضيين قالوها، وقالوا ان وليد الركراكي مدرب محدود ما يمكنش انه يقدم شي حاجه للمنتخب المغربي الا الانجاز اللي قدمه في مونديال قطر، اللي كان فيه واحد جزء كبير من الحظ والصدفه في هذا الانجاز، هذا الانجاز التاريخي اللي يحسب له، اللي ما يمكنش اننا نحيدوا ليه. ولكن بعد كاس العالم كنشوفوا ان المنتخب المغربي وايضا وليد الركراكي باقي ما عارف شكون هما اللاعبين اللي غيوظف في المنتخب. باقي كنشوفوا مشاكل كبيره في المنتخب دفاعيا، وايضا كنشوفوا بعض اللاعبين اللي المستوى ديالهم مع الفراقي ديالهم كيكون واعر بزاف، كيجيو للمنتخب المغربي كنشوفوا اداء اللي كارثي مع وليد الركراكي. لاعبين اللي كتار ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثه، نقدروا نقولوا ان المستوى ديالو مع الفرقه ومستوى ديالو مع المنتخب اللي كاين هناك فرق بيناتهم. اشرف حكيمي اللي كنشوفه متالق في الاولمبيات مع المنتخب الاولمبي، اخوماش الخنوش ريتشارلسون وايضا رحيمي. ولكن ملي كنجيو للمنتخب المغربي بالقياده ديال وليد الركراكي كنشوفوا لاعبين اللي في مستوى اخر، لاعبين اللي ضعاف اللي ما قدروش انهم يقدموا شي حاجه للمنتخب المغربي. هادشي هذا اللي كيخلينا نديروا علامه الاستفهام ان وليد الركراكي هو اللي فيه المشكل ماشي هاد اللاعبين. ممكن انه واحد النهار لو واحد المقابله انه ما يكونش فيها مزيان، لكن انه يكون في جميع المقابلات كيقدم هاد الاداءات اللي كارثيه. هادشي هذا كيبين لنا ان الخلل هناك في المدرب وليد الركراكي، اللي ما كيعرفش يوظف هاد اللاعبين هادو، ما كيعرفش كيفاش انه يخدم معاهم. وهذا الشيء هذا اللي غيخلينا اننا نرجعوا ونقولوا ان وليد الركراكي الا بقى على رئاسه المنتخب المغربي نقدروا اننا نضيعوا كاس افريقيا اللي غيتنظم في المغرب سنه 2025. وهذا الشيء هذا اللي ما تبغيش الجامعه المغربيه لكره القدم، لانها تقاتلت باش انها تجيب هذه الكوبا هذه للمغرب باش اننا نفوزوا بها على الاراضي ديالنا. ما يمكنش انها تضحي بسنين من الخدمه اللي دارتها الجامعه المغربيه لكره القدم وبزاف ديال التضحيات من اجل عيون وليد الركراكي. وليد الركراكي كنظن انها تعطى الفرصه الكامله مع المنتخب المغربي، تبين لنا وبين لنا ان المنتخب المغربي كبير عليه وانه مدرب محدود اللي ما يمكنش انه يدرب نجوم كبار بحال هادو. لان كنشوفوا مشاكل كثيره في التشكيله ديال المنتخب المغربي، كنشوفوا لاعبين اللي ما كيتصنتوش الهضره ديالو، كنشوفوا لاعبين اللي كبر منه، كنشوفوا ايضا كيحداق في التصريحات ديالو وفي الغوات ديالو على الصحافه. هادشي هذا فاش كيحدث وغيدير مشاكل كبيره للجامعه المغربيه لكرة القدم. لهذا كنظن وانا اكيد ومتاكد ان الجامعه ما يمكنش انها تغامر بسنوات من الخدمه على عيون وليد الركراكي. وانا كنظن ان وليد الركراكي خصو انه يتقال من المنصب ديالو في اسرع وقت. تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله ونقاش جديد.